أهلا وسهلا ومرحبا بكنا وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص جرائم مغربية. في هذه المسطرة مشاهدينا الكرام، اللي فيها جريمة بعنوان جريمة الشيطان، اللي فعلا هي جريمة الشيطان، جريمة اللي المجرم كان فيها بحال شي وحش. باش ما نطولش عليكم، نخليكم معنا وتعرفوا على أطوار هذه الجريمة وأطوار البحث القضائي في سنة 2012 بواحد الدوار بمدينة تيفلت. واحد السيدة كبيرة شوية في السن، اللي في عمرها تقريبا 68 سنة، كانت معروفة باسم أمي فاطمة. هاد أمي فاطمة كانوا عندها جوج ديال الولاد وبنت. واحد من ولادها كان معلم بمدينة طرفاية، وولدها الآخر كان كيعيش في دولة تونس، وبنتها مزوجة في نفس المدينة اللي هي تيفلت. بمعنى هاد أمي فاطمة كانت ساكنة غير بوحدها، ومرة كان كيجيو عندها ولادها كيزوروها ويخليو لها شي بركة. واحد النهار واحد السيد جا لواحد البير، بغى يسقي الماء من هذاك البير. كيلوح الدلو ديالو في البير، كيتضرب مع شي حاجه قاصحه لتحت في القاع ديال البير. هو يطل، كيبان ليه كاينه خنشه زرقاء مرميه في البير. هنا دخلوا الشك، خبر الناس ديال الدوار، اللي بعد ما تجمعوا الناس قالوا احتمال يكون في هاد الخنشه جثه ديال انسان ربما. هنا خبروا القيد جاو الدرك الملكي. وفي الوقت اللي الناس خبروا القيد، كان نزل واحد شاب من هذوك الناس، نزل البير كيقلب شنو في هذيك الخنشق. قال لهم ودي هاد الخنشق راه فيها جثه ديال المرأة. لما وصلوا الدرك الملكي وانتشلوا هذيك الخنشه من البير، ولما فتحوها كانت الصدمه قويه لمالين الدوار، لما لقاو في الخنشه الجثه ديال المرأة اللي هي أمي فاطمه. هنا الدرك الملكي داروا محضر المعاينات وخداو الشهاده ديال مكتشف الجثه، اللي كيقول في المحضر ودي انا جيت كالمعتاد باغي ناخذ الماء من البير، وثارت انتباه ديالي هذيك الخنشه الزرقاء مرميه في البير، وخبرت الناس ديال الدوار. الدرك الملكي خداو حتى الاقوال ديال هذاك الشاب اللي نزل البير وقلب الخنشه، وقال لي مودي هاد الخنشه راه فيها جثه ديال المراه. هاد الولد كيقول في المحضر ديالو انا لما شفت الناس مجمعين حتى البير ومشيت عندهم نشوف شنو كاين، لقيتهم كيهضروا كيقولوا ودي راه هاد الخنشه احتمال يكون فيها بنادم، وانا تطوعت ونزلت نتاكد ليهم. الدرك الملكي لما نقلوا الجثه لمستودع الاموات، خبروا ولادها وبنتها بان الام ديالهم عثروا عليها الجثه هامده في قاع البير. جاو ولادها وجات بنتها، اللي طبيعة الحال قد يكونوا مصدومين، بل حالة نفسية مدمرة، لأنه الله يحسن العوان اللي ماتوا له والديه وخاصة الأم. لا حول ولا قوة إلا بالله. على أين في المحضر ديال ولادها كيقولوا بأن أمهم يعني أمي فاطمة كيقولوا بأن أمهم ما عندها حتى شي أعداء، أمنا مرا كبيرة وساكنة غير بوحدها، وحنا حتى هنا راه ما عندنا حتى شي أعداء ولا شي حد اللي يقدر ينتقم منا ويقتل الام ديالنا. بنتها كتقول ودي انا راه يلاه جيت عند امي غير شي يومين دابا، كان اتصل بيا خويا من تونس وقال لي انا غادي نصيفط لك شي بركه سحبيها وعطيها لامي. وفعلا صيفط لي 2000 درهم اي 40 الف ريال وجبتها لامي وتغديت معاها، ومن بعد مشيت في حالي. الدرك الملكي داروا واحد المسح دقيق لمنزل ام فاطمه، وبغاو يشوفوا شي حاجه اللي تدلهم على دوافع وراء قتل أم فاطمة. الدرك الملكي في المعاينات اللي داروا في الدار كيلقاو كل شيء مقاد، بمعنى القتل ما كانش بدافع السرقة، لأنه حتى من واحد 5 ديال الحوالة وشي دجاج لقوهم باقين في بلاصتهم. ولكن الدرك الملكي بقاو كيقلبوا على هذيك 40 ألف ريال اللي جابت ليها بنتها، ما لقاوهاش. هنا الدرك الملكي عاودوا استدعوا بنتها، قالوا لي انت كتقولي
بانك جبتي لامك 40,000 ريال. وفين هي؟ قالت لي مودي انا فعلا عطيتها 40,000 ريال وشفتها حزماتها في الزيف ديالها. عقلوا على هذه القضيه ديال حزماتها في الزيف ديالها. حيت حنا مشاهدينا الكرام كيف كنعرفوا باللي الناس الكبار خاصه الامهات والجدات فيهم واحد القاعده اللي باقيين كنشوفوها دابا في بعض الامهات اللي كيكونوا كبار شويه في السن، كيخبيو الفلوس ديالهم في الزيف ديالهم، كيديروا واحد العقده كيخبيو فيها داك الاموال ديالهم. هنا الدرك الملكي رجعوا لمحضر المعاينات ديال جثه ام فاطمه، كيلقاو باللي ام فاطمه لما عثروا عليها في الخنشه ما كانش عندها الزيف، اي كانت لابسه حوايجها كاملين الا الزيف ما كانش عندها. واخا هنا الدرك الملكي لما توصلوا بهاد القضيه ديال ان دوك الحواله والدجاج ما مسروقينش وحتى حاجه اخرى في الدار ما مسروقه، رجحوا باللي القاتل دخل قتلها فقط على قبل هذيك 2000 درهم، لانه ربما كانت في خباره بان ام فاطمه توصلات بشي فلوس. وهنا رجحوا الدرك الملكي عاوتاني ان القاتل احتمال كبير يكون من نفس الدوار، اي كيعرف ام فاطمه حق المعرفه. الدرك الملكي كيف قلنا توصلوا عاوتاني بتقرير نتائج التشريح اللي كيقول بان اسباب الوفاه ديال ام فاطمه كان هو الخنق، اي انها ماتت مخنوقه. حاولوا الدرك الملكي يوسعوا شويه من دائره البحث واستقطبوا بزاف ديال الناس من هذاك الدوار وخضعوهم للاستنطاق، ولكن مع الاسف بدون جدوى. تحريات كامله ما عطاتش نتيجه، رغم ان الدرك الملكي بحسب المسطره كانوا كيرجحوا بان القاتل احتمال كبير يكون من المحيط ديال الدوار. هذا الملف ديال ام فاطمه دازت عليه تقريبا 4 شهور وبدون نتيجه، حتى لواحد النهار هذيك بنت ام فاطمه كتدور في واحد السوق الاسبوعي، كتقدم كتلاقى بواحد المراه كبيره شويه في السن، حتى هي دايره واحد الزيف زرق حسب ما جاء في الوصف ديال الزيف في المسطره، زيف زرق ومطروز بواحد الشكل فيه علامه نجمه كبيره وفيه بحال البريو. بحسب ما كتقول هاد البنت ام فاطمه في هاد المسطره بان هذاك الزيف ماشي من صنع مغربي وانما من صنع دوله تونس، وخوها كان صيفط ليها 2 ديال الزيوفه، واحد خداتو هي وواحد عطاتو لامها. هاد بنت ام فاطمه مشات مباشره لعند الدرك الملكي، خبرتهم بهذا الامر بانها شافت واحد المراه في السوق دايره واحد الزيف بحال اللي كان عند ما، واكدت للدرك الملكي بان هذاك الزيف راه ما كاينش بحالو في السوق لانه ماشي صنع ديال المغرب وانما صنع تونسي الاصل، وبان خوها اللي في تونس كان رسل ليها 2 زيوفه، واحد خداتو هي كيف قلنا والاخر خداتو ام فاطمه. الدرك الملكي بعد ما توصلوا بهذه القضيه انتقلوا مباشره عند هذيك المراه اللي كانت حتى هي من نفس الدوار كتسكن قريبه لام فاطمه. قالوا لها السلام عليكم. السلام، واش هاد الزيف ديالك؟ قالت لهم ديالي. قالوا لها منين شريتيه؟ قالت لهم ودي انا ما شريتوش ولكن عطاه لي ولدي. الدرك الملكي خداو من عندها داك الزيف وقالوا لها فين لقاو هاد ولدك؟ قالت لهم ولدي خدام في واحد الفيرما ديال تربيه الخيول. انتقلوا الدرك الملكي مباشره لهاد الفيرما وجابوا الدري لابريكاد، قالوا لي هاد الزيف كان عند الوالده ديالك وكتقول بلي انت اللي عطيتيه ليها. قال لهم انا اللي عطيته ليها. قالوا لي منين جاك الزيف؟ قال لهم كنت شريته من السوق. قالوا ليه غتمشي تورينا هذا اللي بيع لك هذا الزيف. السيد هنا ولا تيدخل ويخرج في الهضره. قالوا لي الدرك الملكي شوف هذاك الزيف اصلا ما كاينش في الاسواق حيت ماشي من صنع وانتاج مغربي، هذاك الزيف من انتاج وصنع دوله تونس. هنا السيد لقى راسو محاصر، هو يعترف بانه هو اللي قتل ام فاطمه
وتدارت إعادة تمثيل الجريمة في هذه القضية. وكيقول في المحضر ديالو: أنا لما دخلت عليها ما كانش عندي نية أنني نسرقها، ولكن كان في بالي غندخل نغتصبها ونقتلها، ولكن لما لقيت الزيف ديالها فيه الفلوس وبغيت ناخذهم، لقيت داك الزيف معقود بواحد الطريقة اللي ما قدرتش نحل هذيك العقدة هذيك الساعة، واضطريت أنني ناخذ الزيف كامل وخرجت بالزربة، جيت للدار حليت هذيك العقدة من الزيف، ولقيت فيها 40,000 ريال. ومن بعد هزيت خنشة ورجعت لدار أمي فاطمة ودرتها في الخنشة وهزيتها لحتى في البير. كانت هذه هي الأقوال ديالو في المحضر. وباش نشير لواحد المسألة مشاهدينا الكرام، كما مشار إليها أيضا في هذه المسطرة، بأن هذا القاتل هو الشاب اللي كان نزل البير وقال لي مودي هاد الخنشة راه فيها جثة امرأة. في نظركم مشاهدينا الكرام علاش هو بالضبط ومن دون الناس تطوع ونزل البير باش يقول لهم هذه جثة امرأة؟ هذا الجواب نخليكم نتوما تجاوبوا عليه مشاهدينا الكرام. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المسطرة. نرجو أن نكون قد ساهمنا ولو بجزء يسير من زرع روح الحيطة والحذر ولو من أقرب الناس إلينا.